السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الكيكة بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. الكيكة بتاعتي هشة كده ودايبة دوب كده من حلاوتها، هتدمنوها وهتعملوها على طول. طريقتها اقتصادية ومكوناتها كلها متوفرة في البيت. هنعمل كيك كده كأننا بناكل جاتوه، حاجة كده خفيفة كده وفي نفس الوقت حلوة وسريعة. أول حاجة كده هجهز الصوص بتاع الكيك بتاعي. معايا كوباية من السكر وكوباية من اللبن، وهي الكوباية بعاير بيها المكونات بتاعتي كلها، وكوباية من الكاكاو الخام بدون سكر. ممكن تحطي كاكاو محلى وتخففي السكر شوية. هضربهم في الخلاط بتاعي او بالهاند بلندر اللي انت حباه، او بمضرب السلك بتاعك، وتحطي سكر بودر. معايا كوباية كده من الزيت، هحط نص الكمية بتاعتي وهضرب المكونات تاني لحد ما الصوص يتقل كده. عايز زيت تاني هزود، مش عايز خلاص. كده الصوص بتاعي جاهز. هاخد نص الكمية بتاعتي هشيله على جنب واقول لكم هعمل بيها ايه في الاخر. ونص الكمية بتاعتي هستخدمها في الكيك، خليط الكيك بتاعي. هضيف ربع معلقة من الحليب البودر او اللبن البودر، بيخلي طعم الصوص بتاعي ده في حتة تانية خالص. شلت نص الكمية بتاعتي على جنب كده للاخر، ونص الكمية دي استخدمها للكيك بتاعي تاني. زي ما انتم شايفين القوام تقيل بتاعي وحاجة في منتهى الجمال. صوص كده اقتصادي وسهل وبسيط وطعمه خطير. احط 2 بيضة عليهم ربع معلقة من الفانيليا، ممكن فانيليا بودر او فانيليا سايلة. ومعايا كوباية وربع من الحليب بتاعي او اللبن. واضربهم في الخلاط معايا كده كوباية ونص من الدقيق. ومعايا كيس من النسكافيه او قهوة، اي نوع قهوة انت بتحبيها او اي نوع نسكافيه، بيعزز الطعم بتاعه وبيودي طعم الكيك في حتة تانية خالص. ومعايا كيس الكيك شيف بتاعي ورشة الملح، وهخلط كل المكونات كلها ببعضها. وفي الوقت ده بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبلها ب10 دقايق. وهنزل بالخليط السائل بتاعي اللي هو البيض والصوص الشوكولاتة اللبن والسكر والكاكاو والزيت والبيض بتاعي والفانيليا. هخلط كل المكونات مع بعضها كده واتأكد ان انا خلطتهم كويس عشان ما الاقيش كلاكيع كده في الكيك بتاعي. زي ما انتم شايفين الخليط لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، في المنتصف كده عشان يديني كيك هش وحلو. هنزل بالخليط بتاعي في القالب بتاعي، ممكن صينية ألمونيوم، قالب بايركس اللي انت حباه. وهنطلع الهواء من كده من الكيك بتاعي، وهدخله على درجة حرارة 180 وهشغل الشواية. هتديني لون بسيط كده والكيك طالع معايا هش وبسيط. هنعمل المشروب الخطير بتاعنا الهوت شوكليت بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة. اول حاجة كده معايا كوباية من اللبن، ومعايا مع قطعة شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة انت حباها، شوكولاتة خام، شوكولاتة اي نوع انت بتحبيه. ومعايا كده 3 معالق من الكاكاو الخام بدون سكر، ومعايا معلقة لبن بودر بتخلي طعم المشروب بتاعي ده في حتة تانية خالص. ومعايا 3 معلقتين سكر، السكر حسب الرغبة زي ما انت حباه كده. هقلبهم كده واخلط كل المكونات مع بعضها كده زي ما انتم شايفين عشان ما يبقاش فيها اي كلاكيع، على نار هادية كده لحد ما ادوبه خالص. وممكن تدوبيها كده قبل ما تحطيها على النار وتخلطي كل المكونات كلها مع بعضها. المشروب بتاعي ده خطير، مشروب كده خفيف على قلبنا وكلنا بنحبه. ممكن نستبدل الشوكولاتة بمعلقة من الصوص اللي احنا عاملينه، نستغنى عن الشوكولاتة خالص ونحط معلقة من الصوص الاقتصادي، بيخلي طعم الهوت شوكولات بتاعي في حتة تانية خالص. وممكن نحط الاتنين مع بعض زي ما انا هعمل دلوقتي، هيخلي لي طعم الهوت شوكولات بتاعي في حتة تانية خالص. بس نقلل كمية السكر عشان احنا حاطين الشوكولاتة، حاطين في صوص الشوكولاتة بتاعي سكر، والشوكولاتة بتاعتي برضو فيها سكر. لو هتستخدمي بقى شوكولاتة دارك يعني ايه تحطي السكر على حسب الرغبة. طبعا ندوب كل المكونات دي مع بعضها ونتأكد ان هي دابت. واول ما تغلي معانا كده اول غلوة نشيله كده طبعا ونصبه في الكوبايات. في الوقت ده بعد ما الكيك طلع معايا انا سقيته بكوبايه من اللبن على معلقه نسكافيه كده، دوبتهم مع بعض وسقيتهم. طر الكيك بتاعي اكتر ما هو طري اصلا وخلاه هش كده وحلو. وحطيت الصوص بتاعي
دهنته بالصوص الشوكليت اللي انا عاملاه كده من فوق، ودخلته التلاجة. وقبل التقديم كده عملت عليه رشة من الكاكاو، ممكن نستغنى عنها، نحط فرماسيه، شوكليت شيبس، اي نوع، نحط نسيح صوص شوكولاتة على حمام بخار كده ونسيحها كده ونحطها من فوق. اي نوع انت حباه تعمليه اعمليه. الكيكة بتاعتي هشة واقتصادية وسهلة وبسيطة وموفرة وحلوة ولذيذة، والاطفال يعني بيحبوها كده وكلنا بنحبها. قريبة من طعم الجاتوه كده، حاجة كده في منتهى الجمال. والمشروب بتاعي خفيف وحلو وجميل كده، حاجة تدفينا في الشتاء. ممكن نستبدله بشاي بلبن، نسكافيه، كوباية قهوة جنب الكيك، اي نوع مشروب انت بتحبيه جنب الكيك بتاعنا كده مش هيقول لا. حاجة كده في منتهى الجمال. والكيك بتاعي هش ودايب دوب كده من اللبن اللي احنا حاطينهوله والطريقة اللي احنا عاملينها. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم. ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.